متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بنا يكبر. سنبوح بكل خواطرنا بظلمة جهل نتحرر لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر يتفكر. فخواطرنا تلهمنا ولإحسان ترشدنا. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتفكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية جميعا ويبارك فيكم. اليوم عندنا موضوع جدا جدا مؤلم ومحزن. ما في إنسان يسمع هالموضوع إلا ولازم يزعل ويحزن ويتألم ويمكن دمعته تنزل. صرخة لاجئة مسيحية. موضوعنا اليوم رسالة للي يهم الأمر يسأل ويتأكد ويتبين. معانا اليوم أختنا رندا، ومعانا اليوم أخونا الكابتن علي. سؤالي لك أختي الفاضلة، أبي أنا أعرف بدايتك شلون؟ من البداية بعرف، تفضلي. يعني من جيت هنا؟ من شلون جيتي؟ جيت لهنا؟ اي نعم. كم كان عمرك؟ 10 سنين. حلو، شلون جيتي؟ شنو وانت جايه شنو الصعوبات والمشاكل اللي صارت لك؟ طلعت من العراق عمري 10 سنين. حلو. بدون لا اوراق لا شيء، ماكو احد وياي، لا اهلي وما عندي احد، بوحدي. طلعت هنا على تركيا وما اعرف شنو، ضربونا وتأذينا كلش. شلون ضربوش؟ ضربونا على ظهري، حتى دم من خشمي من حلقي. في تركيا؟ اي طقوش طق يعني؟ اي ضربوني بالبحر. وقطوش بالبحر؟ اي. شو السبب؟ لانه شافوا صور مال يعني مال الوزير مال كردستان ممنوع يكون بتليفوناتنا. وضربوني. طلعت من تركيا، ظليت بشهر بتركيا وبعدين طلعت لليونان. طلعنا بلد شوف 52. من طلعنا يعني العالم كله قامت تدوس وهاي علي، لانه بوحدي ما اعرف انا وين اروح وين اجي وين اقعد. فاكو بالبلم اكو شلابه متشلب بيها. ابرد ذبيت نفسي بالمي وظليت لازم تقريبا ساعه وربع بالمي لحد ما وصلت اليونان جزيره متليني. ظلينا نمشي تقريبا اكثر من 60 كيلو. هذا كله عمرك 10 سنوات طبعا. هذا 10 سنين طبعا. كمل تفضل. ظليت باليونان 7 سنين بوحدي. وبعدين كملت اجيت هنا لألمانيا. بألمانيا صار لي 3 سنين ونص. ما انطوني لا إقامة ولا أي أوراق. ليش كم سنة؟ يعني شلون؟ ليه وقتش هذا؟ يعني انت طبيتي في اوروبا كان عمرك كم؟ كان عمري 17. 17. وين كنت انت لما طلعتي؟ انت قلتي 10 سنوات. وين كملتي باليونان. باليونان. أي. من اليونان جيت الألمانيا. صار لك كم سنة في اوروبا؟ 3 سنين ونص. ما اعطوش كل شيء ما عندي. لا جواز ولا اوراق ولا اي شيء؟ كل شيء منطوي. بعد احترامي لك، انا اللي عارفه ان اللاجئ المسيحي اوراقه، انا هذا اللي عارفه
انه يمشي بسرعه ويطلعونه، انت ليش ما عطوش لحد الان؟ ما اعرف، ظليت بالهايم 7 اشهر ينيمونا مختلط. شلون مختلط؟ وضحيها لان في ناس مختلط بين ولد وبنات وعوائل في نفس الغرفه. بنفس الغرفه. يعني هذه غرفه الحين انت تنام هني والريال ينام هني اي 6 شهور. اي خلينا هيك تنامين قاعدين في مكان. اي نفس المكان. ليش؟ بعدين صغروا عمري، سوا عمري 15 سنه. انا كبيره. صعدت مرافعه محكمه، قالوا لازم تجيبين اثبات شخصي. عندي قرايبي بالدنمارك، جاب ورقه مالتي اللي هو يسموها شهاده الاعمال، اثبات شخصي الي. جابها، شاف المواليد مالتي 96. قالوا انت كبيره مو صغيره. نزلوني من المرافعه. انطوني غرامه 3000 يورو. لازم انا ادفعها. 3000 يورو 3000 يورو وانت كان عمرك 17. اي لازم انا ادفعها. من وين تدفعين؟ تشتغلين انت؟ لا ما اشتغل. هاي من وين تدفعين؟ ما عندي لا ورقه عمل لا الدوله تنطيني. وليش ما قلتي لي من وين ادفع لكم؟ ما عندي. وحتى سكن ما عندي. وين كنت تنامين؟ كنت انام يعني انا اعرف عالم، مره هنا ومره هنا. انا يعني كل يوم في مكان؟ يوميا بمكان. كملي. اي رحت اكثر من مره عليهم، قلت لهم يعني على مود اوراق وهاي. فانا صغيره يعني الشيء اللي شفته انصدمت بالهاي، انصدمت فما قدرت ابقى بعد بالهاي، اكثر من طاقتي ما سمحت لي. يعني حتى طلبت العوده ارجع للعراق اكثر من مره بسبب الخلط اي والاوراق ما ينطوني. فقلت لمتى انا اكون بهالوضع؟ اي انا يعني بانه اهلي وهاي انا عايفتهم صار لي 10 سنين، اهلي ما شايفتهم 10 سنين. مو شايفه اهلك؟ ما شايفه اهلي نهائيا. لا اله. بوحدي هنا أنا بالمانيا، ما عندي لا قرايب لا اخ لا ابن عم لا ابن خال، كل شيء ما عندي. بوحدي هنا ساكنه. رحت للكنيسه مالتنا، جماعه ودوني عليها، قعدت وياهم حكيت، قلت لهم اني وضعي بانه ما عندي اقامه وصار هيك وياي. يصير بانه اني مسيحيه، يصير اذا انتم تكرهون الاسلام ليش تخلوني اني اروح مثلا على الاسلام واقول لهم مثلا اني ما عندي سكن، ما عندي شغل، ما عندي بيت. يصير اذا انتم ما تحبوهم ساعدوني، انتم ساعدوني خلوني اعرف الاسلام. صح لو اني غلطانه؟ فظليت وياهم قلت لهم هذا الشيء، قلت لهم انا عندي حاله نفسيه. هم ما صدقوني، قالوا لي اذا عندك محامي انطيني رقم تليفونه. انطيت لهم رقم المحامي، خابروه وحكوا وياه. قال لهم المحامي رندا عندها حاله نفسيه، شوفوها، شوفوا ايدها. طبعا حالتها قبل لا نوصل حالتها النفسيه بسبب الوضع اللي هي عايشته. منو يتحمل؟ الرجل ما يتحمل الوضع هذا، الرجل انا كون كرجل الوضع اللي هي قالتها ما اتحمل اقعد في مكان الاقي نساء ورجال وعوائل، فشيء طبيعي انا راح تحوشني حاله نفسيه وراح اتاثر وراح اتعب. يعني سبب حالتها النفسيه واضحه، راحت تدور الامان ما لقت الامان. هذه مشكلتها. لما قالوا ايش حاله نفسيه بعدين؟ اي قالوا لي شلون شوفين نريد اثبات شخصي، شافوا ايدي اشقها وما اعرف شنو واخذ حبوب واتعالج دكتور حاله نفسيه. يعني حاولت الانتحار. حاولت مرتين. حاولت الانتحار بسبب وضعها. احنا اللي نعرفه انه لازم يكون عندنا شويه انسانيه مهما كان هذه بنت وقاصر. حاولت الانتحار نفس ما انتم شايفين ايدينها، والسبب شنو؟ حالتها النفسيه والوضع اللي هي عايشته. تبي استقرار، كل يوم بيت، كل يوم مكان، مسكينه وين تروح؟ وين تجي؟ بعدين حكيت وياهم، قالوا لي ننطي لك موعد. ورا يومين موعد مالتي اجى. اخذوا قالوا لي جيبي اوراقك، وديت لهم الاوراق كلها اللي انطوني اياها بالكمال. اول ما اجيت بصمت هاي كل شيء. اخذوها سووها كوبي. اخذوها يومهم قالوا لي تنتظرين ثلاثاء اللي هو اليوم. اخابرهم ما حد ما يجاوبني. بعدين شالوا تليفون رجعوا خابروني. قالوا لي رندا لازم محامي وندفع فلوس. زين اذا انتم كنيسه ساعدون بنيه، ما انا دا اقول لكم ما عندي. انا لو عندي ما اقول لكم تعالوا ساعدوني. صح. انا اساعد نفسي بايدي. هسه وين ما اروح اريد شغل يريدون ورقه عمل مني او يريدون اوراق من عندي. زين انا يعني عفوا الاوراق اللي طالبين لازم تاخذها من الحكومه انها تصلح انها تشتغل نفس الاذن. هي اي مكان تروحه ما يشغلونك، وين اوراقك؟
انت مو رسميه، انت ما عندك اوراق رسميه، فشلون انت تنشغلش؟ لازم تبين اوراق من الحكومه عشان تشغلك. كملي. اكثر من مره رحت لهم قلت لهم انا اريد ارجع، انا تعبت، يعني اذا انتحرت شنو اللي راح استفاده؟ لا انا استفاد شيء ولا انتم تستفادون شيء، واهلي راح يخسروني، وانا اصغر وحده بالبيت وما عندي احد غير بس اهلي. فانا قلت لهم ما يعني اكثر من مره رجعوني قالوا لي اوكي جيبي اوراقك، اجيب اوراق العراقيه انطيهم اياها على الميز اخليها، يقولوا لي اوكي، يدزوا لي على غير منطقه، اروح عليهم واقدمهم ما يقبلون، اريد اعرف شنو السبب اللي هم ما يعطوني اوراق وما يعطوني ما يرجعوني، انا اريد اعرف السبب شنو ومدى اعرفه. يعني اكثر من مره اقول للانسان ساعدني، اني بوحدي ما عندي اهل ما عندي احد، يعني انا صغيره، اني لا ضميري ولا يعني اهلي مربيني ما يخليني ضميري ما يسامحني اروح اسوي شيء اعوج. عفوا، هي شنو تقصد؟ نفس ما شايفيها ما شاء الله بنت مزيونه وما فيها شيء، كان ممكن البنت هذه في سنها هذا تتجه اتجاه خاطئ، لكن هي رافضه انها تكون نفس البنات، بنات الليل والبنات اللي عندهم سوالف، وانتم عارفين انا صادق وسيده معاكم، كانت تقدر ما تحتاج احد، تروح وتسهر وتتعرف كل يوم وتاخذ فلوس، لكن لحد الان هي رافضه، هي تقول انا اريد اكون شريفه وعفيفه، انا بشتغل الشغلانه شريفه، شغله شريفه، ابي اشتغل، ابي اوراق، اعطوني ساعدوني، ليش قصب طيب تدزوني الى الرذيله؟ ليش تبوني اغلط نفس غيري؟ انا ما بغلط، انا متربيه تربيه سنعه وزينه وانا احب نفسي واحترم نفسي، ولا اسمح ان اكون او لا ما اسمح اكون يعني حالي حال اي بنت، فانتم شو اللي تبونه؟ شو اللي تبونه منها؟ هي قاعد تقول انا ما ابي اروح طريق مو زين. كملي. وعندي شغله ثانيه، حتى مستعده اذا الدوله تريد تنطيني اوراق كانت اتنازل على كل حقوقي، كل حقوقي بالمانيا، من التامين الصحي من كل شيء. انا اعتمد على نفسي، انا عايش على نفسي، اخذ بيت، شغل بوحدي، كل شيء بنفسي. ما انا من اجيت صار لي 3 سنين ونص انا ما ماخذه يورو واحد من الدوله، ما منطيني، ما يعطونك نهائيا مساعدات ماليه؟ ما عندي كل شيء. 3 سنوات 3 سنين ونص ما عندي ليش؟ اي مساعده، ما اعرف. واني بصراحه ما استحمل ابقى بعد بالكام، لانه انا صار عندي حاله نفسيه. انا سمعت انك انت حاولتي هم مره الانتحار، وين اي صوب؟ هنا ومره جوي شالوني، كنت واقعه بالشارع. طقيت ايد شموس؟ اي مره وقعت بالشارع شالوني، جتي الاسعاف، خابروا الاسعاف، جتي شالتني ودتني المستشفى. ما سالوش ليش انت حاولتي؟ كنت قلتي لهم انت ابي ارتاح لمتى؟ عندي تقارير طبيه وياي موجوده وما حد رد عليك؟ ما حد رد علي. وين وصلتي؟ زين انت رحت الكنيسه؟ رحت للكنيسه. شو سووا لك؟ ما سووا لي شيء لي هسه، يقولوا لي يوميه باكر، بعد يومين، بعد 3 ايام، واني اليوم اصلا قلت لهم سووا اوراق وامشوا اوراق وانا اعطيكم فلوس. يعني اكثر من تقول انا متنازل عن حقوقي، لا بفلوس لا بسكن ولا برعايه ولا باي شيء، بس اللي ابي اوراق عشان اشتغل شغلانه شريفه، ابي اوراقي عشان اشتغل ادور لي اي وظيفه شريفه واسترزق منها، ما طلبت شيء، وحقوقي اللي اخذها من الدوله ما بيها، اكثر من كذي. بعدين وين وصلتي؟ وانا كل شيء ما اريد من عندهم، لو انا اريد بس اعرف شغله واحده اللي هي مدمرتني، مسويه حاله نفسيه بيها، يا اما ينطوني اوراق ابقى هنا، يا اما انطيهم اوراقي ويرجعوني، كل شيء ما اريد. وليش ما يرجعونش يعني؟ 3000 مره وعندي اوراق بانه اني اروح مكان دائره وكل شيء، اريد ارجع، يقولوا لي روحي فلان منطقه، اروح ما يرجعوني، ما اعرف ليش، شنو السبب ما اعرف. طبعا نفس الحاله هذه بالضبط مع اخونا الفاضل علي. انت طبعا انت يمكن تعرفها من متى؟ أكيد. من متى تعرفها؟ صار لي فتره يعني تقريبا شهر. ماشي. شنو قول شو اللي انت رايك بالموضوع؟ شنو اللي انت شفته؟ شنو معاناتها بامانه؟ وانا عارف انك انت صادق. دكتور معاناه مو طبيعيه، مال البنت ما بعد عمرها 19 سنه. جرم تعرف شنو الجرم؟ هنا اول ما صار سقوط الصنم واحداث مال العراق، اي انسان اي عراقي يجي اقليه، هم عندهم قرار هنا الالمان، عندهم قرار انه الاقليه يجون المحكمه راسا تعطيه اقامه، تعطيه بيت، حتى لما شمل بيجي بعائلته، الاقليه وهم يزيدين الصبه المسيح، والمسيح المميز بيناتهم هذول الثلاثه، يعني اول ما يجي يطوب، وبعدين البنيه هي مو شاب،
مو شاب، البنيه بعد نفسها تحكي تقول احنا طبينا بهايم ومشترك ويا الزلم، وهذا عندها خصوصيات، عندها شغلات بنيه. مو ولد طب ولد يسوون اللي يريدوه هم، بنيه يعني عندها خصوصيات، عندها شغلات نسائيه، شغلات. فالبنيه تاثير يعني اكثر من مره انا تنتحر على اوبر الدبنه بس على المترو. الدبنه بس اكثر من مره. هسه طلعت لقيت لازم شو اسمه تضرب بيدها. هسه جبتها من هناك متألمة يعني تأذي نفسها بنفسها ما تقدر. تبي حل حق مشكلتها. اجر الشقه اهلها يدزوا لها فلوس $1500. هنا الالماني ما ياجر الشقه. شقه 1500 يورو. ما حد ما ياجر. يعني يدزوا لها من هناك. لمتى مساكين يدزوا لها؟ لما الظاهر اخر شيء ما قدروا شو تسوي العاد؟ يعني حاولوا شهر شهرين بعدين ما قدروا. يعني ناس انتم ما شايفين. لمتى المعاناه هذه؟ لمتى؟ البنت الحين تقول ابي حل، شوفوا لي حل يا اهل الخير، شوفوا لي حل. لمتى انا بالوضع هذا؟ انا حاليا عمري داشه في ال20 سنه، من عمري 10 سنوات طلعت من العراق ومتبهدله وشايفه الويل، ما ارتحت يوم. ليش صار فيني حاله نفسيه؟ ابي اكون حالي حال اي بنت ثانيه، ادش المدرسه، ادش الجامعه، ابي اكون طبيعيه، ابي اكون انسانه. انتم مو معطيني فرصه اكون انسانه، انتم قاعد تدفعوني للفساد. انتم تبون اخرتي مخدرات، تبوني ضايعه، واخر شيء تلوموني لما اطيح بالمخدرات واكون بنت ليل، الكل يلومني. شنو تبونه مني انتم الحين؟ انا صاينه شرفي، صاينه سمعتي، وما تبوني اصونها انتم. شنو تبونه؟ وين تودوني؟ هي الحين تبي حل، فنحن نبي المسؤولين تتحرك. اي واحد مسؤول عن هذه القضيه راح نحط ان شاء الله الارقام باذن الله، اذا بتتواصلون معاها شوفوا له حل. لازم حل. زين انا بغيت اسالك، انت وضعك نفس الوضع تقريبا؟ انا صار لي 15 سنه وعندي اقامه. انت شلون كم؟ 15 سنه. ما عندك اقامه؟ شلون ما عندك اقامه؟ كان عندي سياسي وبالسقوط قال لي انت موضوعك رياضي، موضوعك عدي راح. انت موضوعك على عدي وصدام راح. فتقدر تعيش بالعراق. ايوه وبعدين بقيت لحد الان 15. وشلون طلعت انت؟ عانيت لما طلعت؟ طبعا اكيد انا كنت بلبنان، طلعت من العراق. ممكن تقول لي اي تسلسل راح قول تفضل. طلعت من العراق بدون جواز، شيء اكيد طبعا، لان عندي شو اسمه امور سياسية. يعني باختصار هو طلع الحين بدون او اثبات رسمي؟ ابد ولا اوراق ولا شيء؟ تفضل. لان موضوع اللجنه الاولمبيه ممنوع، كنا هسه بوقت عدي كان ممنوع اي رياضي يطلع اذا مو موافقه وشو اسمه. فانا طلعت قشق مثل ما نقول، يعني تهريب. سوريا، من سوريا رحت لبنان، بقيت 5 سنوات بلبنان، اشتغلت هناك. وراها رجعت لسوريا، من سوريا تركيا، من تركيا لبلغاريا، من بلغاريا الرومانيا، من رومانيا الهنغاريا، من هنغاريا للنمسا الا وصلت المانيا. هسه يجون جده 3000 4000، انا ذبيت ب 60,000. وكل مكان اللي ابقى به 4 اشهر 5 اشهر اصرف اكل واطل لهم هالربشي، ورجيت على رجلي واركض ومرض، انواع الشغلات صارت، لما وصلنا لهنا وصار اللي صار. ولحد الان انت لحد ما معلق، انت معلق. لمتى؟ ما اعرف الا الحين. يعطونك فلوس؟ يعطوني هم؟ ايوه يعطونك؟ انا كانوا يعطون قبل 40 يورو ما اخذ درهم من عندهم. الله اكبر. يعطونك سكن؟ سكن هايم، ومو هاي المدينه، غير مدينه يعني غير منطقه. وانا عايفه هسه معتمد على نفسي، يعني لو ما اشتغل بي يعني ما تشتغل بالاسود؟ لا اشتغل ابيض واسود. قاعد؟ لا اشتغل ابيض واسود. تشتغل اثنين؟ اي لازم عشان تعيش. شلون اعيش؟ من بياكلني يعني؟ من بيعطيني؟ اكيد لان هم يعطوني. شلون؟ لا حول ولا قوه. انا بالناس تشوف الوضع المر، الوضع الاسود اللي العرب يمرون فيه في الغرب، شنو من مهانه، شنو من، شوف الوضع. زين وانت تقول لحد الان في رفعت محكمه، رفعت اعطوني اول ما قلت لك صار سقوط الصنم. مو كان السياسي، هو السياسي اقوى جواز عندهم. مو كان السياسي اعطوني دلدن. الدلدن هذا بس مقيم هنا تاكل وقال نايم بالهايم وبس. ما عندك اي حل الا تتزوج وحده المانيه على جنسيتها يعطوك اقامه. نرجع زين، انا ليش توجهي الرساله وتطلعينها من قلبك؟ من قلبك. طلع اللي بقلبك الحين، شنو عندك طلع، العالم راح تشوف ايش راح ان شاء الله يتفاعلون، لان ما شاء الله في ناس عندهم دم وضمير، ان كانوا من الدول العربيه او ان كانوا من اوروبا، اتوقع ان في ناس عندهم انسانيه بس ما يعرفون قضيتك. وضحي، وصل رساله.
أنا كل شيء ما أريد بس أوراق. ما تبين اي شيء. كل شيء ما أريد، أتنازل من حقوقي، يورو واحد ما أخذ. بيت، شغل، كله ما أريد من أبي. أنا أعتمد على نفسي. أنا أريد أعتمد على نفسي لأنه أنا مو صغيرة، كبيرة، من حقي أطب مدرسة، من حقي يكون عندي بيت، من حقي يكون عندي شغل. صح. ليش أنا متبهدلة؟ وأهلي متبهدلين همينة، لأنه أنا مو يعني طفلة بعدني. هسه راح يصير عمري 20 سنة. توها بتكمل 20 سنة. زين أنا بالعراق شفت المر، هنا أنا ولا يوم ما شفت يعني راحة البال، لو كنت باقي عند أهلي أحسن لي، على الأقل أشوف أمي قدامي، أبويا، أخويا، أختي. أنا ما أشوف أحد هنا، ولا أقدر لا أسافر لا أروح ولا أجي، وما أقدر أفوت بأي محل، وما أقدر أفوت بأي منطقة. الشرطة إذا تلزمني راح تدخلني سجن. هني؟ إيه؟ ليش؟ أنا حكومة. ما عندي أوراق؟ ما عندي أوراق، وأنا ما أريد أمشي لا طريق غلط، لا مخدرات، لا حشيش، لا شيء. لو أريد أروح أطب. صح. والدولة هي راح تبتلي. صح. بس أنا ليش أطب بنفسي بهذا الشيء؟ أولا أذي نفسي وسمعتي وأذي سمعة أهلي. الله. وأنا من طلعت مطية وعد الأهلي ما أسوي شيء غلط. فليش هسه أسوي؟ لو أريد أروح أصير بنت ليل، أروح أحشش، أروح أنام كل شيء موجود قدامك، كل شيء موجود. أصير بنار، أصير كل شيء. بس ليش؟ ما حد ما راح يخسر، أنا راح أخسر نفسي لأن أنا بنية. سمعت الصح. ويا ريت تكون قدوة حق بعض البنات اللي يضعفون بسرعة ويبيعون نفسهم. شوفوا المعاناة، شوفوا المعاناة وتعلموا. بيدها تسوي كل شيء، بيدها تطلع بدل من على قولتهم اليورو تطلع 1000 يورو، ولكن هي حفظت نفسها. احنا الحين نوجه رسالة لكل مسؤول عن هذه القضية انه يتصل ويحاول كثر ما يقدر يحل المشكلة. احنا ما ندري، حاولت انتحار اكثر من مرة، يمكن المرة الأخيرة تنتحر، وذنب البنت برقاب المسؤولين. اللي يشوف وما يتفاعل مع هذه القضية الله لا يبارك فيه. هذا يثبت انه ما عنده قيرة ولا عنده إنسانية ولا عنده نشوة ولا عنده فزعة. فاحنا نطالب من أهل الفزعة انهم يفزعون مع بنتنا، ويمكن في غيرها وايد، يمكن في غيرها وايد محتاجين ان الناس تمد ايدينهم وتساعدهم. وهي شو تقول؟ ما ابي فلوس، ما ابي مساعدات، انا ابي اوراق عشان اشتغل واوقف وانا قادر اشيل نفسي. كل اللي ابيه انكم تعاملوني كانسانه، اعطوني اوراق احس بانسانيتي، اقدر اكمل دراستي، اقدر بعدين اشتغل، اشوف حياتي ويكون عندي بيت. لكن تخلوني كل يوم، يعني بعد احترامي لها، انام بالشارع او انام عند فلان ولا انام عند علتانه ولا انام في اي مكان. لين متى؟ انا ليش حاولت الانتحار؟ لان عيشتي خلاص زهقت، انا تعبت، لا اني قادر ارد ولا قادر اعيش هني. يعني انا متعلقه بين السماء والارض. لين متى؟ لين متى؟ اخوي علي ارجع لك، انا ابيك توجه رساله، لو كان عندك رساله لك او لاختنا شو تقول؟ والله الحكي دكتور راح بعد الحكي ما يفيد بعد، وايد تعبان، ما يفيد والله، وايد متعور، بالع مو بس انا هسه والله رجال كبير كبره عمره 45 سنه، بس مثل رنده بعد صغيرون عمره 19 سنه، كل شيء ما شاف بحياته. لا حول ولا قوه. يعني من هي 5 سنوات طلعت لحد الان وصلت لهنا. والله ما يعني احنا عندنا والله صح، عندنا بنات وانا ما اشوفها كذي، وانا بناتي في عندي كبر اكبر منها، انا قاعد اتعور وقاعد كوني انسان، كوني عندي مشاعر، كوني عندي قلب، وقلبي يعورني. يعني والله قلبي يعني فعلا اتاثر لما اسمع كذي، اتاثر واتضايق، اقول يعني ايش بيدنا؟ غير المسؤول هذا اذا كان عنده دم وعنده اخلاق وعنده قيم ويفهم انه يساعد. وهي الحين قاعد اقول لكم انا مواطنه مسيحيه، المفروض الامور انها تكون لي سلسه. ليش هي هذا اللي انا مستغرب منه لحد الان؟ ليش؟ فانتم ممكن في ناس ما تصدق، تقول لا في شيء، انا حاس شو يقولون؟ يقول اكيد وراها شيء. لا ما عندي. يعني انا الحين في بعض الناس شو تقول اخوي؟ انا لاني بحكم اني انا دارس علم نفس اكيد، فالحين انا في بعض المشاهدين او المسؤول شو يقول؟ معقوله قاعده 3 سنوات طلعت عمرها 10 سنين وراحت وقعدت 3 سنوات ونص واوروبا وما اعطوها اقامه واوراق، اكيد هي وراها شيء. بلد الانسانيه. شو تقولي لي يقول عندك كذي؟ الحين يا شو واحد قال انت وراك شيء، اكيد في شبله، انت في شيء ملبدته، انت ما طلعتي كل شيء، لا في مشكله عندك. شو تقولي؟ لانه هو يحس عنده نقص بداخله، عبالك كل العالم مثله. لو عندي شيء
ما اقعد اقول اني هيك وهيك سالفتي. ولا اطلع جاب الكاميرا ماكو وما داعي أطلع. اصلا اني ابرر نفسي لاحد. صح. لانه اني هاي شخصيتي مو شخصيه احد. صح. اني ما انكر اتعالج حاله نفسيه، اضرب مواسه، انتحر. اني يوم اللي ما اخذ حبايه اموت واقع بالشارع. لا. ما اقدر اعيش، عايشه على الحبوب وهاي حياتي. يعني اختصار الحديث عندك كلام؟ اي بالمناسبه الله يسعدك بخير. قول تفضل. هاي الشغلات الجسم يعطوها هم ما تلجوا عليها، الحاله النفسيه اللي هي بيها الامراض هم يعطوها اللجوء عليها، وما اعطوها. بس ماكو. راحت الكنيسه ما اعطوها حل، راحت بغير مكان ما اعطوها حل. ما لا حياة لمن تنادي. اي والله لا حياه لمن تنادي. اللي في راسه انه يقول يمكن ورا البنت هذه شيء ولا اكيد في سبب او يمكن عليها قضيه، يعني في واحد ممكن يقول عليها قضيه وسبب القضيه انا فاهم، في ناس وايد يعني عقولهم تعبانه، عقولهم مريضه، ما يصدق لما يشوف الحالات ما يصدق اكيد في شيء. انا راح اقول كلمه واحده بس، ما في واحد جاب الكاميرا ويطلع بهالشجاعه، شجاعه هالبنت هذه المحترمه، الا هو مو خايف من شيء، ما عنده شيء. انا لو عندي شيء ما اطلع قدام الكاميرا، ما افضح نفسي. اكو واحد يفضح نفسه، انا لو عندي شيء ما اطلع بالكاميرا، ليش اطلع بالكاميرا؟ راح اطلع حنكشف، لو طلعت راح يبين ان انا عندي شيء، لكن ايش قالت لما قال طلعني؟ قلت له انا عندي قناه عزري، قال طلعني، انا ما عندي شيء اخاف منه، انا ماشي اسيده. كل اللي عندي اني حاولت الانتحار، كل اللي عندي اني رحت عند دكتور نفساني، ليش رحت اعيد؟ شو اللي وداش؟ شلون تبيني اعيد كذي؟ انا لو ما اخذ الحبه افكر اقوم اصارخ اتهاوش مع الكل، ليش؟ لين متى قاعده كذي؟ لين متى ما حد حاس فيني؟ فانا اخذ الحبه هذا عشان تشتتني وتخليني قاعد اسعكته واقعد محترمه نفسي. فانا سبب طلوع الحين كلام اختنا الفاضله الله يبارك فيها ان شاء الله ولها الجنه باذن الله تعالى، تقول لا انا بطلع لان انا ما عندي شيء، ما عندي شيء اخاف منه، لا عندي قضايا سلوكياتي سيده، ما عندي سوالف كلش، لو عندي سوالف ابطلع قدام، اكيد اللي بيشوفني بيقول اعرفها. فهذا حق الناس اللي عقولها تعبانه. فاحنا نرجع نقول نوجه نداء للمسؤولين اللي بيده حل لبنتنا واختنا يطلعها من هالمشكله ويحاول يساعدها من اخواننا الاوروبيين. لو في مجال يعني ساعدوها، وانا اعتقد في مجال بس ما ادري بصراحه. انا استغرب اللي نسمعه غير واللي نشوفه غير، كل اللي نسمعه غير، لما نيجي عند الواقع ننصدم نذهل نستغرب. وين اللي قاعد نسمعه؟ وين الانسانيه؟ وين ما شفت انا انسانيه. فاحنا الحين ان شاء الله راح نحط ارقام اختنا باذن الله تعالى، واطلب من رب العباد ان شاء الله ان الله يكون في عونها والله يصبرك ان شاء الله. وانت بنت شجاعه وانت قدوه حق بنات وايد قدوه، انت مثال عظيم، انت مثال حي، انك ما شاء الله ماسكه نفسك وصاينه نفسك وناطره لحد الان من رب العباد الفرج، وانك عندك القوه وعندك الجرأه وجابلتي الكاميرا وقلتي انا بطلع. اخر كلمه لو بتقول دكتور بس مو تفضل قول لي. رحمه الله والديك. انت توجه رساله لهذا القس اللي هنا العراقي من هو بيها العرضه واختهم وبنتهم، وهذا تودي لهذا العراق، تودي رساله، توجه له رساله بلسانك انت. انا اوجه رساله يعني الرساله الحين للقس العراقي، للقسيس العراقي، للكنيسه العراقي، شلون تقبل على شرفك، شلون تقبل على عرضك. لو كانت هذه بنتك كنت بنفس سلبياته واجابته، لو كانت واحده من اهلك، ولا انتم في تفرقه، ولا حتى في المسيحيين في تفرقه. احنا للاسف بالاسلام ابتلينا فتنه عظيمه، فاحنا بنفهم هل في فتنه في المسيح؟ هل هي مسيحيه بالدرجه الاخيره؟ هل هي مسيحيه يعني ما لها ولا في مسيحي زين وفي انا ماني فاهم، يعني انا قاعد اتكلم في شيء اجل. فرساله ثانيه من اخونا الفاضل الكابتن، نوجه رساله للقس انه يكون عندك شويه عقيده ودين في دينك، في دين المسيح. هل تقبل؟ هل الله يقبل؟ ماني عارف، والله انا مستغرب. فيا ريت انكم تساعدونها انها تجيب الاوراق. اليوم طلعت في القناه وانا وعدتها راح اجيب لها قنوات الخليج والعرب، راح اخذ تليفونها. اليوم الحين طلعت في قناه يوتيوب، قناه عزة الكويت، بس انا ما راح اسكت. رقمها راح اعطيه قنوات معروفه عشان اكبر نسبه مشاهده في اليوتيوب وفي جميع القنوات، لاني انا كوني عربي، كوني انسان، كوني بشر، ما ارضى انسانه في السن هذا، بسن بنتي، بسن اختي تكون بهالوقت، ولا يكون هذا ما عندي غيره.
ولا يكون انا ما عندي مشاعر، ولا يكون ما عندي احساس. فارجوكم حلوا القضيه بسرعه قبل لا القضيه تكبر 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 ويصير فيها مواجهات بين القنوات. وكيفكم انتم، هذا الموضوع راجع لكم، وانتم بيدكم تسوون كل شيء وانتم حرين. ختمت انا الحين. عندك شيء بتقوله اخوي كاظم؟ لا ما عندي شيء دكتور. عندك شيء بتقوله؟ لا ما عندي. يعني شوفوا شلون بداية أنا في، لاحظوني في أي برنامج أسويه بداية أكون مبتسم، لكن لو تشوفون بداية الحلقة تعيس، لأن اللي يشوف كذي ما يشوف الابتسامة. وين الابتسامة؟ أكو واحد يضحك ويبتسم لما يشوف هذه القضايا. عموما الله يعطيكم العافية، بارك الله فيكم، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بنا يكبر. سنبوح بكل خواطرنا بظلمة جهل نتحرر لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر يتفكر. فخواطرنا تلهمنا ولإحسان ترشدنا. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتفكر.